السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ رب تكونوا بخير. النهاردة هنعمل عصير منعش جدا في الحر اللي احنا فيه ده في الصيف. هنعمل ليمون بالنعناع. هنحضره مع بعض في الفيديو وهنعمله بطريقتي. جربوه بإذن الله هيعجبكم. يلا بينا نبدأ الفيديو بتاعنا ونشوف عملناه ازاي. معايا كده الشفشق اللي انا هحضره هيحتاج 7 ليمونات. طبعا معاك هيكون مظبوط جدا. هقشر 4 كده وهسيب 2 بالقشر بتاعهم عشان يعزز. القشر اللي انا سايباه في الاتنين دول هيعزز معايا الطعم شوية او النكهة بتاعة الليمون. والباقيين هقشرهم وهنشيل البذرة اللي جوه علشان خاطر ما تعملش مرارة معانا في العصير. ومعانا نعناع. هنشيل البذرة بالشكل اللي انتوا شايفينه. انا هنا بشيل واحدة معاكم اهو. ومعانا عودين نعناع والسكر حسب الرغبة. هنجيب الشفشق بتاعنا كده وهنبتدي نضيف الليمون. انا هنا ما سبتش الليمون كله بقشره علشان برضو بيدي مرارة كده شوية. هي النكهة بتاعته بتبقى عالية شوية بس برضو بحس فيه سنة مرارة. جربوه بنفس الطريقة دي وبإذن الله هيعجبكم. هضيف بقى الليمون والنعناع والسكر. وهنزل بالمية، مية ساقعة جدا او مية فيها تلج او ممكن تضيف مكعبات تلج. وهنديها ضربة في الخلاط. وهنبتدي نجيب الشفشق كده ونجيب مصفى وهنبتدي نصفي العصير بتاعنا. كده حلو جدا، شايفين لونه تحفة والطعم كمان خطير. جربوه بإذن الله يعجبكم. عاوزين الرغوة تبقى اكتر من كده كمان ممكن بعد ما يتصفى تضربيه كمان مرة في الخلاط هيديك الرغوة كمان اكتر من كده. يلا كده احنا خلاص خلصنا الفيديو بتاعنا. اشوفكم فيديو جديد بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.